بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل اليوم انجيل معلمنا يوحنا صح 14، وهو رساله طمأنينه لكل واحد عنده التساؤل اللي عند توما. نعرف منين الطريق يا رب؟ ونعرف نروح ازاي يا رب؟ يقول لسنا نعلم اين نذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ والاسئله دي سؤال واحد تايه مش لاقي سكته، مش عارف يروح ازاي ومش عارف يوصل ازاي ومش عارف ايه الطريق. فربنا يسوع في اول الجزء وبرغم من انه قال لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، ما تقلقوش ما تخافوش. انت بتطمنهم يا رب من ناحية ايه؟ انت بتطمنا من ناحية ايه؟ انا بطمنكم من ناحية الابدية، ما تقلقوش وما تخافوش. في بيت أبي منازل كثيرة، في أماكن كتير تكفي كل واحد يريد أن يأتي، في أماكن كتيرة مفتوحة لكل واحد يعرف الطريق، في أماكن كتيرة موجودة ليكم بأساميكم. ما تخافوش، انتوا تعرفوني تعرفوا الطريق. ده في عدد 4، تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فتكلم توما بأسئلة الشك، بأسئلة عدم اليقين. نعرف منين الطريق ونعرف أين نذهب إزاي؟ ويرجع تاني ربنا يعلن ويطمن كل واحد فينا. أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو. كلمة أنا هو دي لما تقراها بالذات في إنجيل يوحنا هي لاهوت، إيجو إيمي، يعني لاهوت. أنا هو الضامن، أنا هو الطريق، أنا هو اللي يعرفني يعيش في الحياة ويعيش في الحق. أنا الضامن للنهاية. أنا هو نفس الكلمة اللي قالها لموسى لما قال له يا رب أقول لهم مين اللي بعتني في خروج 3:14. قال له أهيا الذي أهيا، أنا هو I am who I am. أنا الكائن والذي يكون والذي يؤمر. أنا هو. لما قالها للجموع اللي جاية تقبض عليه تراجعوا وسقطوا على وجوههم. أنا هو الضامن. النهاردة ربنا بيقول لنا ما تخافوش ما تقلقوش، لو عرفتوني عرفتوا الطريق، لو مسكتوا فيا دقتوا الحياة، لو قعدتوا والتصقتوا بيه عرفتوا الحق. مكانكم موجود في السماء. هنفضل قلقانين وهنفضل بنسأل زي توما نروح فين يا رب؟ نروح ازاي يا رب؟ لحد ما نلتصق بالمسيح التصاق، لحد ما نعرفه معرفة حقيقية، لحد ما نتنفسه، لحد ما نتذوقه، لحد ما نأكله، لحد ما ندوب فيه، لحد ما نكون في عشرة لصيقة معاه، فنكون متأكدين تماما إننا وجدنا الطريق. هل وجدت الطريق؟ هل عرفت الحق؟ هل استمتعت بالحياة؟ لا يعرف روح الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. كل واحد فينا يقدر يحكم أنا فعلا عارف الحق. لو حياتي خلصت دلوقتي رايح فين؟ أنا معاه؟ هل هو ضامن حياتي؟ قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، فتح لنا طريقا كرسه حديثا بجسده زي ما قال معلمنا بولس الرسول في عبرانيين. فتح لنا باب، فتح لنا السكة. ويهتف بولس الرسول لنا ثقة للدخول إلى الأقداس بدم المسيح. النهاردة رسالة طمأنينة، لكن لمين؟ للي عارف المسيح، للي ملتصق بيه، للي اتخذوا طريق لحياته، للي اتخذوا حياته كلها، للي استمتع بهذا الحق الذي لينا في المسيح يسوع. فلما تلتصق بيه وتسمع صوته أنا هو الطريق والحق والحياة، وتسمع صوته لما تعرفني تعرفون أين أنا أذهب وتعرفون الطريق. فالصديق واثق عند موته، عارف مكانه من هنا على الأرض، عارف أين يقضي أبديته، عارف إنه إلهه قد أنار الحياة والخلود وفتح السكة وكرس الطريق وفتح الباب لينا وأعد لينا أماكن عظيمة ومباركة وجميلة في السماويات. منتظر الإنسان وطالب الإنسان الروحي ومتوقع يوم مجيء الرب علشان يكون مع الرب في كل حين وياخد المكان اللي ليه. مش كده معلمنا يوحنا في رسائل يقول ايه؟ تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. امسك في حياتك الأبدية،
امسك في الدعوة التي دعيت إليها، عيشها كل يوم بكل أمانة. محدش فينا ما بيضعفش، لكن إن سقطت قوم، إن جلست في الظلمة الرب نور لك. قوم، لا تيأس، لا تجعل العدو يشمت بيك ويفرح بأنك قاعد وساكت ومتخاذل ومش عايز تقوم. لا، قوم اخزي العدو، قوم ارفع عينيك للسماء، قوم قول له أنا مصدق فيك طالما بأتبعك كل يوم، طالما أنت الطريق، طالما أنت الحق، طالما أنت الحياة، لي مكان معك. وافرح بخلاصك اللي ربنا قال لا تضطرب قلوبكم. اللي قلقان من ناحية خلاصك بتقول ربنا يستر، يستر على إيه؟ ربنا فتح السكة، عمل كل حاجة، عمل كل حاجة، ناقص لنا إيه؟ نمسك فيه بإيدينا واسناننا، نتناول بفهم، نتوب بجد، نعيش كل يوم نتبعه ونتبع خطواته يوم بيوم. وفي يوم من الأيام ينتهي الوقت يقول لي يلا بينا، الخطوة الجاية مش هتبقى هنا، الخطوة الجاية فوق في المنزل الجميل المعد ليك من قبل تأسيس العالم. هكذا أحبنا يسوع، وهكذا ضمن لنا الحياة الأبدية، وهكذا أعد الطريق، كان ضامنا لكل خطوة من خطوات الطريق. لم يدعنا تايهين، ولم يدعنا يائسين، ولم يدعنا محتارين، ولم يدعنا نسأل ونتساءل هنروح فين يا رب، لكن جاوب على كل أسئلتنا بصدق وأمانة، وأعطى خريطة واضحة لكل من يريد أن يكون معه في الحياة الأبدية. الله يدينا حكمة، الله يدينا نعمة أن نقبل ونمشي ونسير خلفه من الآن يوم بيوم، لحظة بلحظة. يجي وقت انتقالنا نكون فرحانين إن لينا مكان معاه، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد.